وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوارطة اليوم الثلاثاء المملكة العربية السعودية في سياق مهمة رسمية كلفه بها الملك محمد السادس، ومضمونها تفعيل الوساطة التي عبر المغرب في السابق عن استعداده للانخراط فيها قصد إيجاد مخرج للأزمة بين دول الخليج، والتي انطلقت منذ يوم الاثنين ما قبل الماضي، حين أعلنت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر قبل أن تنضم إليها دول أخرى. واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الثلاثاء حسب ما نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء بقصر السلام بجدة ناصر بوارطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مبعوثا من الملك محمد السادس. وقد أبلغ ناصر بوارطة خادم الحرمين الشريفين رسالة شفوية من الملك محمد السادس دون أن الكشف عن محتواها. للإشارة، سبق وزار بوارطة قبل محطة السعودية كل من الإمارات والكويت، حيث أبلغ رسالة شوفية إلى الحاكمين هناك من الملك